لا يرقي إلا مع المستشفى النفسي، كان يعني ضبطت هذه. لكن كل يقول أنا برقي وتجي واحدة تصيح وتقول أنا جني خلاص، واعتبر أنه يوم تصيح الواحدة يقول فيها جني، وهذا غير صحيح. غير أنا استدعيت في مجلس من مجالس الكبار أمير من الأمراء، وهو أديب وأكبر أديب في يمكن في المنطقة، لكن ما ودي أذكر اسمه لأن ما أدري هل يرغب ولا لا يرغب، ولكنه في القمة في الأدب والأخلاق والعلم. فاستدعى مجموعة من طلبة العلم في المكان اللي هو فيه، وألقيت محاضرة في هذا المجال. فلما انتهيت قال أنتم سمعتوا الشيخ يقول أن الجن لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة أنه يتكلم على ألسنة الناس، فإذا في دليل أعطونا أنه يتكلم، أما إذا ما في دليل هذا أمر غيبي كيف نسلم بهذا؟ فقال أحدهم والله ما نذكر حديثا في ذلك أو قرآنا أنه يتكلم على ألسنة الناس. حتى شيخ الألباني في كتابه يقول لم أذكر فيما مر علي من الأحاديث أن الجن يتكلم على ألسنة الناس إطلاقا. فقالوا لكن الواقع نبغى يفسر لنا الواقع. فالتفت إلي وقال ما رأيك في الواقع؟ يقول الواقع امرأة يتكلم على لسانها، رجل يتكلم على لسانه، وهذا يتكلم على لسان، هذا الواقع وش هو ذا؟ فقلت نعم عندنا واقعان، واقع صحيح نسلم به لأنه مثل الشمس، واقع مو صحيح أنا لا أسلم به، إذا سلم به غيري يتحمل مسؤوليته أمام الله، لأنه سيقف بين يدي ربي وسيسأله كيف تتهمني إني ابتليت عبدي هذا بالجن وأنا ما ابتليته؟ تكذب علي؟ أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يفترون على الله الكذب، لا سيما أصبح عندك علم. أما لو كنت قلت ذلك وأنت ما عندك علم قد تعذر، لكن يجب أنك تتعلم. فقلت عندنا واقع صحيح وهو مرض السكر. لو جاءني طبيب قبل 40-50 سنة قال عندك سكر يقتلك، أقول له هذا مجنون، سكر فيه؟ ما يمكن هذا الكلام. لكن اليوم أصبح واقع صحيح. لماذا؟ لأنه يوجد على جميع شرائح البشر من أكبر شخصية إلى أقل شخصية، مع الأمراء والوزراء ومع الأغنياء ومع الفقراء ومع الذكور ومع الإناث ومع حتى الأطفال. فإذا جاء واحد يقول أنكروا ليش ما جاء الشريحة الفلانية؟ ليه النساء ما فيهم سكر؟ لا فيهم. ليه ما جاء الأطفال؟ فيهم. إذا أصبح يعني نور واضح، هذا واقع صحيح. لكن تكلم الجن على ألسنة الناس أقسم بالله ما جاني إلا طبقة واحدة، طبقة السذج والمغفلين. ما جاني عالم قال فيه جني، ولا طبيب قال فيه جني، ولا علماني على ما يقول هذا ما يذكر الله. طيب العلماني ما بيذكر الله ليه ما جاني وقال فيه جني؟ ما جاني كافر قال فيه جني. بالله هذا اللي قلت لك عنده حالة نفسية، يعني سبحان الله ما يجي إلا المغفلين. يعني الجن مغفل ما يجي إلا هؤلاء، من أين يجي هذا الكلام؟ ثم أنا اختبرت هؤلاء، والله جاتني امرأة مسكينة لعبوا عليها 20 سنة، فجأت قالت يا شيخ أنا فيه جني عندي مس. قلت كيف عرفت أن عندك مس؟ أتعرفين ما معنى المس؟ قالت لا. قلت إذا كان عندك مس معناه يا أمي أنت في شر. قالت لي لماذا؟ قلت لأن المس بالمعنى اللي تفهمونه هذا شر. فاسمعي، الله سبحانه وتعالى لا يشبه خبيثا إلا بما هو أخبث، لأنه هذا الحكمة في التشبيه، أنك إذا شبهت طيب تشبهه بأطيب، شبهت خبيث تشبهه بأخبث. فالله سبحانه وتعالى لما شبه الرجل الذي يلهث على الدنيا شبهه بماذا؟ بالكلب، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث. ما شبهه برجل طيب. شبه شجرة الزقوم أنها خبيثة برؤوس الشياطين، أن الشياطين أخبث من شجرة الزقوم كأنها رؤوس الشياطين. طيب الله شبه آكل الربا المحارب لله ولرسوله الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أقل باب فيه لأن ينكح الرجل أمه أهون من ذلك الباب، وأربى الربا الاستطالة في عرض المسلم. فإذا كان الربا هذا أقل ما فيه أنه لو نكح الرجل أمه لكان أهون، يعني أخبث معصية. ما في محارب لله ورسوله إلا المرابي، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله شبه المرابي بالممسوس الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. فأنت ترضى أن تكون ممسوس مشبه بك آكل الربا؟ قلت لا يا أمي هذا الوضع. كانت الشيوخ يقولون. قلت كيف عرفوا؟ كانت إذا قروا عليه القرآن أتكلم. قلت سبحان الله، القرآن يطرد الجن ما يجيبهم.
الله قال فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري من قرأ آية الكرسي في بيت لا يزال عليه من الله حجاب. كلام الله وكلام الرسول. قالت طيب جرب. قلت كيف أجرب؟ قالت إذا قرأت عليه تشوف. قلت حاضر، التجربة أكبر برهان. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. تفو والله تصيح. قلت يا أمي هذا شعر ما هو قرآن. قالت ها؟ قلت والله أنها قصيدة. قالت أسألك بالله. قلت والله العظيم. قالت طيب ليش أنا صعت؟ قلت لك اسألي نفسك. قالت حسبي الله ونعم الوكيل، وأنا على هذا الأساس 20 سنة ضربت لأن شبعت كنت تستاهلي. كذبتي على الله فالله ابتلاك. والله رجعت طبيعي. قلت هاي لا تصيحين بقرأ عليك بيت ثاني. خفضت الصوت قرأت على آية الكرسي والله ما صاحت ولا سوت شيء. فأنا مجرب هذه الأشياء 20 سنة. قد تقول لي طيب في أول الأمر أنت كنت تقول الجن يتكلم. نعم هذا لا يمنع وأنا لا أعترف بهذا ولا علي. يا أخي الإمام الشافعي كان له مذهبان. مذهب لما كان في العراق تأثر بمدرسة أبي حنيفة، فكان معه محمد بن الحسن الشيباني وكان شيخه وتأثر به. فلما انتقل إلى مصر والتقى بالليث بن سعد إمام الحديث رجع عن مذهب القديم وسماه مذهب الجديد. له مذهبان. ننتقد الشافعي يقول ليش لك مذهب قديم؟ هذا هو الحق. الإمام شو اسمه ذا أبو الحسن الأشعري كان أشعري ثم رجع إلى أهل السنة، ومع ذلك أتباعه يقول لا لازلنا على مذهب القديم الخربان. يا أخي يا إخواني رجع الرجل عنده كتاب الإبانة وعنده كتاب مقالة إسلاميين، لا ما رافضين إلا لازم المذهب الأول هو الصحيح. رجع الإمام أحمد يقول لتلاميذه لا تكتب عني اليوم لعلي أرجع عنها بكرة. هذه حال العلماء، حال إذا ظهر له الحق يجب أن يرجع عن الباطل إلى الحق. فأنا كانت تجي الواحدة ولا الواحد يقول أنا جني. طيب أنا ما عندي خلفية هل هذا صادق ولا كاذب. خرج جني تخرج والله يا أخي الحمد لله خرج الجني قلنا الحمد لله. تيجي اليوم الثاني والله يا شيخ ما وكان واحد الحين عادوا 10. كيف عرفت اسمع؟ يقول حنا 10. طيب أبغى أسمع صوتين عشان أعرف إنهم أكثر من واحد. لا ما في إلا واحد. خسارة يا شيخ. بعدين لما قلت لك لما رحت للطب النفسي كنت يجب أن نتعاون حين وياكم. كشفوا لي. فلما كشفوا لي الواقع فعلا طبقت الأمر. والله العظيم لي أكثر من 20 سنة بفضل الله إلى اليوم بعد ما رجعت إلى هذا الطريق الصح ما في واحدة صاحت عندي أو طاحت وقالت فيها جني. خلاص يوم تيجي أبين لها الواقع ترجع طبيعي تقول والله أنا كان مكذوب علي.